تخيل ايه اللي هيحصل بعد ما فولتشيك اتحاصر بين الحكومتين الأمريكية والبيلاروسية، والاتنين ناويين يخلصوا منه. وشوفنا في نهاية الحلقة اللي فاتت لما فجر حرس القنصلية في البدروم بتاعه، يعني كده لازم يتصرف بسرعة ويخلص اللي ناوي عليه قبل ما يوصلوا له. في الحقيقة احنا لحد دلوقتي مش عارفين هو عايز ايه بالظبط. يعني الطبيعي ان اي ارهابي بيهدد انه هيفجر قنبلة لو طلباته ما تنفذتش، لكن لحد دلوقتي هو ملوش طلبات. اللي واضح انه بيصرف كل فلوسه اللي سرقها من بيلاروسيا عشان يحضر للانفجار ده. وبتبدأ الحلقة التامنة في سنة 2021. فولتشيك قاعد في بار وبيشرب لحد ما بيسكر خالص، وبيفضل يهزي بكلام عن ان امريكا خسرته كل حاجة، من اول اخوه لحد مراته. وحتى لما وصل امريكا ومعاه فلوس كتير برضه مش عارف يعيش بسلام، وبيقع من الخمرة الكتير اللي شربها وبيفوق وبيخرج بره. وبنلاحظ ان كان في واحد بيراقبه من بدري وبيقابله بره وبيعرفه بنفسه انه محامي وماسك فلوس ناس كتير بيديرها لهم زيه كده. قصده يعني غسيل اموال. بيقول له انت معاك فلوس كتير لكن مش قادر تديرها لان مصدرها مشبوه. انا بقى هنضفها لك وهخليها لك فلة وتقدر تعمل بيها مشاريع كتير وتكسب اضعاف مضاعفة منها. وساعتها فولتشيك بياخد منه الكارت وبيبدأ يفكر في كلامه. وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف ميتشوم بيحضر للفطار، وبيجيله تليفون من إدارة مكافحة الجريمة اللي هو أصلا بيشتغل فيها، وكان منبه على زمايله لو جالهم أي بلاغات تخص القنصلية الروسية يبلغوه. وصاحبه بيقول له إن في انفجار حصل في قابو بيت، وميتشوم بيقول له طب أنا دخلي إيه بالموضوع ده؟ بيقول له لأن في جثة من الجثث اللي في الانفجار لقينا بطاقته مكتوب فيها حرس القنصلية البيلاروسية. وفي الوقت ده ميتشوم بياخد العنوان وبينزل يجري بسرعة على العنوان وبيشوف الانفجار، وبيلاقي باب الخزنة اتفتح بعد ما حصل الانفجار، وده باين من الآثار اللي على الأرض. وصاحبه بيقول له ممكن يكون حد فتحها بعد الانفجار وسرق اللي فيها، لكن اللي فجر المكان استخبى في الخزنة وبعدين فتح الباب بالزرار الأحمر ده، لأن ميتشوم بيدخل الخزنة وبيلاقي فيه زرار أمان لونه أحمر وبيفهم منه كده. وبيسأله لو كانوا لقوا حاجة تانية مع القتيل، بيقول انهم لقوا معاه بقايا صورة شخص. ولما بيشوفها بيعرف انه فولتشيك، وهنا بيعرف ان التفجير ده له علاقة بالقضية اللي هو شغال عليها. وبيرجع للمكتب وبيروح للكابتن بليس وباقي الفريق وبيحكي لهم على اللي حصل. وطبعا ده بيغير فكرتهم عن الموضوع، لان كده واضح ان القنصلية البيلاروسية مش بتحمي فولتشيك وزي ما كانوا فاكرين، العكس ده في بينهم خلاف. وصل انهم حصروه لحد ما قتلهم، وبعدها ميتشوم واوليفراس بيتكلموا مع بعض وبيشكرها انها ما قالتش لحد على موضوع الورم اللي عنده، وهي بتقول له انها مش هتقول لحد لانه هو لازم يقول لهم بنفسه، وانهم لازم كلهم يعرفوا حالته، واكيد حالته دي محتاجة مساعدة طبية ومحتاجة اهتمام. وبعدها ميتشوم بيسأل السكرتير على الكابتن بليس، بتقول له انه راح القنصلية البيلاروسية. وبنرجع تاني لعام 2021 لما فولتشيك راح للمحامي اللي قبله واداله الكارت بتاعه، وواضح انه اقتنع بكلامه وهيبدأ يعيش زي ما هو قاله، يستثمر فلوسه ويكبرها بطرق شرعية بعد ما يغسلها عن طريق المحامي ده. وفي المكتب بنشوف بيل وشيبارد وجميع أعضاء الفريق شغالين على المعلومات اللي لقوها واللي زادت لما عرفوا عنوان البيت اللي انفجر. وطبعا بيكون فولتشيك مشتري باسم مستعار وبيفضلوا ورا الاسم ده عشان يعرفوا اشترى ايه تاني بنفس الاسم. وبنروح للكابتن بليس اللي بيزور القنصل مرة تانية وبيقول له أنا عارف إيه اللي حصل امبارح. طبعا أنت كنت باعت الحرس بتوعك لفولتشيك عشان ياخدوا منه الفلوس تمن حمايتك ليه، وهو فجر لك رجالتك. يا ترى لسه هتحميه ولا هتساعدنا نقبض عليه؟ قال له أنا مش بحميه، وأنا عارف إنكم اقتحمتم الكمبيوتر بتاع القنصلية وأخدتوا الملف بتاعه، وأنا كنت ممكن أعمل مشكلة ومرضتش. لو سمحت اطلع بره. والكابتن بليس بيعرفه إن لو حصلت مشكلة هو أول واحد هيخسر، لأن فولتشيك ده بيحضر لهجوم إرهابي، يعني ما فيهاش هزار. وبعدها بنشوف القنصل مهزوز وخايف، وبيرجع بليس على المكتب. السكرتيرة بتبلغه إنه عنده زوم ميتينج مع المكتب الرئيسي، واللي بيسألوه وصل لحد فين في القضية، وبيقول لهم على التطورات. وطبعا بيقدروا شغله وبيدوله كارت أخضر وصلاحيات شاملة لأن الوضع خطير. وبيحكي لهم ان القنصل البيلاروسي غير متعاون وبيطمنوا ان الموضوع ده هيتحل بسرعة. وبنشوف فولتشيك في سنة 2021 وهو رايح يشتري جراج عام في وسط مدينة لوس أنجلوس، وصاحب المكان بيشرح له المكان ده مربح جدا وعربيات شركات الانتاج كلها بتركن عنده. وبنرجع دلوقتي الحالي وبنشوف شاحنة كبيرة من نوع جالاجر اللي طبعا تخص فولتشيك
ماشية في وسط البلد، وراحت وقفت قدام المبنى الفيدرالي اللي فولتشيك كان بيفكر يفجره. وساعتها ميتشوم كان لسه عايز يعترف للكابتن بليز بموضوع الورم اللي عنده، لكن بيجيلهم خبر الشاحنة المشتبه فيها وبيتحركوا كلهم بسرعة وبيقبضوا على السواق اللي بيكون ملوش علاقة بالموضوع. هو بس حد بعتله فلوس وطلب منه ياخد الشاحنة من مكان يوصلها هنا وما يعرفش هي فيها ايه. وطبعا بتحصل حالة من النفير العام عند جميع قوات الشرطة، وبيستدعوا فرقة القنابل اللي بيعمل شغله وبيفحص الشاحنة وبيفتحوها من جوه. مش بيلاقوا فيها أي متفجرات، لكن بيلاقوا فيها كاميرات مراقبة، وبيعرفوا إن فولتشيك عامل الشاحنة دي كبالونة اختبار عشان يعرف مدى استجابة الشرطة ووحدة القنابل لتهديد زي ده. وفعلا بنلاقي فولتشيك في مكان بعيد بيتفرج عليهم من شاشة مراقبة، وبيدون ملاحظات عن استعداد القوات لمواجهة القنبلة لما يجهز القنبلة الحقيقية يفجرها قبل وصولهم. وبنرجع لسنة 2021 والسكرتيرة بتبلغ فولتشيك ان في موظف حكومي مستنيه في المكتب، ولما بيدخل بيتفاجئ ان الموظف ده بيقول له ان الجراج اللي هو اشتراه ده لازم يدفع له ضرايب ويكون في مكان مخصص لسيارات الحكومة، وهو بيقول له ان الملك القديم ما بلغوش بكده، وهو بيقول له انا بلغتك ولازم تدفع اللي عليك. وساعتها بيحاول يتصرف ويفكر انه يقدم للموظف ده رشوة عشان يمشي اموره، وفعلا بيقابله وبيديله شنطة فلوس، وعلى طول البوليس بيدخل. يعني الموظف ده كان عامل له كمين وبيتقبض عليه بتهمة تقديم رشوة، وبيدخل الحجز والمتهمين اللي معاه بيتنمروا عليه وبيضربوه. وبيظهر من ملامح فولتشيك وهو خارج من القسم بعد ما المحامي دفع له الكفالة انه حصل تغيير في شخصيته. هو كان بيحاول يندمج ويعيش في المجتمع الأمريكي، لكن محدش عايز يديله فرصة. هو بيفتكر كل اللي حصل وقد ايه هو تعب من اللي حصل له، وبيقرر ينتقم من كل مواطن أمريكي. وهنا بنبدأ نفهم دوافع فولتشيك، وبنرجع للمكتب وبنشوف شيبرد وبيل بيتكلموا، وبتحكي له إن أختها جاية تعيش معاها، وأختها دي كارثة بكل المقاييس، مش بتعمل حاجة في حياتها غير السهر والشرب، ومش بتعمل أي حاجة مفيدة. وساعتها بيل بيكتشف مكان جديد اشتراه فولتشيك باسم مستعار، وهو عبارة عن أرض زراعية كبيرة وجواها هانجر كبير. وهنا كابتن بليس بيقول لهم إن ده مكان مناسب يخبوا فيه العربيات النقل، وبيروحوا كلهم على المكان ده. ولما بيوصلوا بيلاقوا المكان فاضي، لكن جهاز بيل اللي بيكشف الإشعاع بيقول لهم إن العصابة حضرت القنبلة هنا واتحركوا قريب. والكابتن بليس بيتضايق وبيقول لهم إنهم لازم يتحركوا بسرعة، لكن يستريحوا كل واحد فيهم يروح بيته ويتقابلوا الصبح. لما شيبرد بتروح بتلاقي اختها مستنياها وشكلها فعلا مطرقعه، وشيبرد بتقول لها انا شغاله على قضيه مهمه ووجودك معايا هيخليكي في خطر. وهنا اختها بتضحك وبتقول لها انت نسيتي نفسك ولا ايه يا شيبرد؟ انا كنت بجرجرك كل يوم من بار شكل، انا رايح اسهر وما تقفليش الباب عشان انا هاجي متاخر. واوليفرس بتوصل ميتشوم وبيعرض عليها تريح عنده للصبح، بس هي بتفهم وبتقول له لا. وبنشوف فولتشيك وهو قاعد في عربية في سنة 2021 وماسك الموبايل بتاعه، بيشوف صور أخوه ومراته اللي اضطر إنه يضحي بيهم بسبب ناس أمريكان، وبيجيله المحامي بتاعه اللي يعرف عنه حاجات كتير وبيتكلم معاه، وبيظهر قد إيه هو مستاء من أمريكا والأمريكان، وبيطلب من المحامي مفاتيح عربيته وبيسيبه في العربية وبيطلع ياخد عربية المحامي ويفجر عربيته والمحامي جواها وبيمشي. ودي بتكون نقطة تحول في حياته. هنا الكابتن بليز بيكون في المكتب لوحده وبيراجع كل المعلومات، وبيتصل بالقنصل البيلاروسي وبيطلب منه المساعدة، ولأول مرة القنصل بيوافق وبيقول له أنا هساعدك بطريقة غير رسمية، وبيطلب منه يقابله في زوايا جانبي بعيد عن أي كاميرات علشان يديله معلومات عن فولتشيك هتفيده. وطبعا الكلام ده محصلش غير بعد ما تم الضغط عليه من العاصمة واشنطن. ولما الكابتن بليز بيروح المكان المحدد بيلاقي عربية القنصل واقفة وبيروح عندها، لكنه بيلاقي القنصل مذبوح في مكانه ولسه بيلف. بيقابله فولتشيك بسكينة في بطنه وبيسيبه سايح في دمه وبيمشي. وبكده الحلقة الثامنة بتكون خلصت. ولو الملخص عجبكم اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تشوفوا باقي الحلقات عشان تتابعوا معانا ملخص المسلسل بالكامل.